فجرت العديد من التقارير الصحفية العالمية مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أكدت بأن المدرب البرتغالي جوزي مورينيو بدأ بالفعل في مفاوضاته مع نادي ريال مدريد الإسباني من أجل تولي مهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة. حيث قالت شبكة سكاي سبورتس البريطانية في تقرير لها عبر صفحتها الإلكترونية على الإنترنت بأن جوزي مورينيو في مفاوضات مع فلورنتينو بيريز من أجل تولي تدريب الفريق بعد الكارثة هذا الموسم. من جانبها قالت شبكة ميديا سيت الإيطالية في تقرير لها بأن نادي ريال مدريد ممثلا برئيسه فلورنتينو بيريز قرر التوقيع مع المدرب البرتغالي جوزي مورينيو من أجل إعادة بناء الفريق، خاصة بعد الخروج المذل من دوري أبطال أوروبا على يد أياكس أمستردام الهولندي. وقالت الصحيفة على أن بيريز تربطه علاقات قوية بمورينيو الذي أشرف على تدريب ريال مدريد ما بين عامي 2010 و2013، محققا 3 ألقاب وهي الدوري والكأس والسوبر الإسباني، إضافة إلى التواجد المستمر في نصف نهائي دوري الأبطال ل3 مرات متتالية. وقال مورينيو في تصريحات صحفية حول عودته للنادي الملكي: لم يكن لدي أي مشكلة في العودة لتشيلسي، ولن يكون لدي أي مشكلة في العودة لريال مدريد. العمل في ريال مدريد كانت تجربة فريدة ومختلفة. كشفت تقارير صحفية بريطانية عن القيمة الحقيقية للعقد الجديد لنجم نادي برشلونة الإسباني الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكذلك عن راتبه الفعلي في الأسبوع الواحد. وبحسب ما ذكرته صحيفة ميرور البريطانية، وبموجب العقد الجديد فإن راتب ميسي الأسبوعي يصل إلى 656 ألف دولار، مع شرط جزائي يصل إلى ما لا يقل عن 821 مليون دولار لأي صفقة انتقال محتملة لميسي من البارسا. وبهذا يتأكد مرة أخرى عزم البارسا شديد في الاحتفاظ بليونيل ميسي لسنوات طويلة قادمة، في حين ختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن قيمة انتقال ميسي حاليا أو قيمته الفعلية اليوم تقل كثيرا عن المبلغ الذي نص عليه العقد الذي ينتهي في عام 2021.